بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا بينا نعمل رز البسمتي، لكن بالرز المصري، توفيرا طبعا للمصاريف الفترة اللي احنا فيها دي. رز البسمتي غالي جدا، فانا اقدر اعمل الرز البسمتي بالرز المصري عادي جدا. اقدر اعمل الرز الاصفر بالكركم بالرز المصري عادي جدا. حطيت سمنة وزيت في الحلة، ونزلت ببصلاية مبشورة ناعم. هشوحها كويس تشويحة خفيفة خالص، انا مش عايزاها تتحمر، انا عايزة بس تشويحة خفيفة. وهنزل معايا بمكعبين ماجي، لاني ما كانش عندي شوربة اعمل بيها الرز، فالماجي هيعمل زي الشوربة بالظبط. وهنزل بقى ايه ب3 معالق كركم، وهنزل بمعلقة كبيرة قرفة. ويبقى انا كده عملت ايه البهارات بتاعتي زي الفل. هو ده بهارات الرز الاصفر اللي بيكون تحت المشاوي وبيبقى جميل جدا. احمصه كده تحميصه سريعه، وانزل بالرز بتاعي المصري اللي انا غسلاه كويس جدا، واشوح بقى فيه كويس قوي. وبعدين انزل بالملح بتاعي ورشه فلفل اسود صغيره قوي. وبعد كده هنزل بالميه السخنه بتاعتي، وهيطلع معايا احلى رز اصفر ان شاء الله. دي عزومة خفيفة كده على السريع، فخدت منها مقتطفات لان الوقت كان ضيق جدا، ومكنتش عارفة اصور وفي نفس الوقت اخلص اللي ورايا. طبعا انتوا عارفين الدنيا صيام والوقت قليل، فلازم ننجز. هنا خلاص اهوت نزلت بالمية السخنة بتاعتي، وهنركن بقى الرز على جنب ونخلص منه خالص زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بعدين هنيجي بقى ايه على اوريكم مقتطفات كده. كنت عامله فراخ مشويه، طبعا متبلاها، ما نزلتش الوصفه لان انا عملتها كتير معاكم قبل كده، الفراخ المشويه وتتبيلاتها. وشوفوا على القناه هتلاقوا تتبيلات الفراخ المشويه بكل المكونات اللي موجوده عندك في البيت، ومن غير اي افتكاسات ومن غير اي لخبطه في المكونات. حاجه بسيطه، واللي عايزه اقوله لكم انها بتطلع معايا طعمه جدا فوق ما تتخيلوا. معايا فص توم في معلقه زيت. هقطع بس الكبده والقناصه بتوع الفرخه اللي كانت معايا، وهشوحهم كده علشان ننزل بيهم بقى. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل صينيه عزومات اللي بنشتريها من المطاعم بالشيء الفلاني. هخليكي تعمليها وتقدميها لولادك وبابسط المكونات زي ما احنا شايفين. هنشوح بس كده الكبده والقناصه اللي معانا. هننزل برشه فلفل اسود صغيره عليهم، مفيش اكتر من كده. الفلفل الاسود عندي مزوداه ملح يا جماعه، يعني مش فلفل اسود صافي، علشان كده ما بحطش ملح كتير في الوصفات، لان الفلفل الاسود عليه ملح. خلاص الرز اتشرب معايا، اقلبه تقليبه كويسه، وهدي النار عليه واسيبه زي الرز العادي خالص. هنا خلاص خلصنا من حوار الرز، وخلصت كمان من الفراخ المشويه بتتشوي كمان في الكاميرا اهيت من ورا لو شايفينها. هنيجي بقى بعد ما خلصت الفراخ المشويه، انا عايزه اقول لكم ان الرز هنا في الاخر بعد ما بيستوي بحط فيه فحمايه ونقطه زيت، واسيبه يتدخن معايا. بياخد ريحه الشوي فظيعه، بياخد ريحه الشوي اكنك عامله رز مندي بالظبط. هنا بشوي كده قرنين فلفل اخضر عشان نستخدمهم معانا في التزيين، وكمان هناكلهم مش هنرميهم يعني. شيلنا الفراخ وحطينا مكانها الكفته. طبعا برضو الكفتة ما نزلتش وصفتها، لان الكفتة هتلاقوها عندي على القناة يعني اكتر من مرة، لان انا بحب الكفتة المشوية على الفحم، فبعملها بطرق كتيرة جدا عندي على القناة. شوفوها وهتلاقوها بالتفصيل، وان شاء الله كل الوصفات هتعجبكم. زي ما احنا شايفين الكفتة بقلبها عادي بايدي ازاي، ولا بتفك ولا بيحصل لها اي حاجة، لان الوصفات بتاعتي ما شاء الله عليها ما بنزلهاش الا اذا كنت مجربوها مرة واتنين وتلاتة علشان اتأكد منها. هنا خلاص الكفتة كمان خلصت معانا. نيجي بقى ايه نبدأ نظبط الصينية بتاعتنا كده. معانا الصينية الحلوة دي ولفيناها بالفويل كده يا جماعة. وننزل بالرز بقى، عايزين نعمل للولاد جو المطاعم في البيت من غير اي تكاليف، لان الدنيا مش مستاهلة. الصينية اللي انا بقول لكم عليها دي كلفت معايا بالظبط يعني حدود 300 جنيه او 350 جنيه. لو جبتيها من المطعم صدقيني مش اقل من 800 جنيه. فجربي انت في بيتك واعملي كل حاجة بنفسك احسن. حطينا الكفتة والكبد والقوانص والفراخ المشوية والفلفل المشوي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب تعجبكم.